يقولون عن قلوبنا إنها كؤوس، إن شئنا ملأناها حبا، وإن شئنا ملأناها حقدا، وكل منا سيشرب مما وضع. إن أجبرتك الظروف على التلون فكن مثل الورد، وإن أجبرتك على السقوط فكن كقطرات المطر، وإن أجبرتك الظروف على الصمت فكن كسكون الليل، وإن أحرقوك فكن كعود البخور ذو الرائحة الطيبة، وإن أجبروك على الغياب فقل وهل يخفى القمر، وإن كنت تريد الشفاء من جرحك فتوقف عن لمسه. البعض يفسر الاحترام حبا، والبعض يظنها مصلحة، وفي الحقيقة ما هي إلا أخلاق تربينا عليها. الظروف قد تغير شكلك ولكن لا تغير أصلك، تذكر هذا دائما. الوعي في العقل وليس في العمر، فالعمر مجرد عدد لأيامك، أما العقل فهو حصاد فهمك وقناعتك للحياة. عامل القدر بالرضا، وعامل أهلك باللين، وعامل أصدقائك بالمودة، وعامل الناس بالحذر، وعامل الدهر بانتظار تقلباته. هذه قاعدة تجعلك تتقبل كل ظروف الحياة. السلام عليكم ورحمة الله، إخواني أخواتي متابعي أسماء، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي ظروف أحسن. بمناسبة حلول السنة الأمازيغية حبيت نشارك معكم هذه الأطباق الجزائرية اللي هي تقاليدنا، وكذلك اللباس التقليدي الأمازيغي. نتمنى إن شاء الله بإذن الله ينعاد عليكم إن شاء الله يا ربي، تكونوا دائما في صحة جيدة وسنة مليئة بالخير وبالمسرات، ونكون في ظروف أحسن إن شاء الله. نتمنى كل الخير للجميع. المهم احنا كما تعرفوا في الجزائر نحتفلوا بهذه المناسبة، ومش غير الجزائر، يعني معظم الدول يحتفلوا بهذه المناسبة اللي هي حلول السنة الأمازيغية، وتكون فيها بعض الأطباق التقليدية، وكل بلد واش يدير، وكل عائلة واش تدير، وكل مدينة وكل شخص وتقاليده، يعني وهي رائعة جدا ما شاء الله، وتجمع كل الشعوب. يعني أول مرة ما كنتش نعرف أصلا أنه الدول العربية يحتفلوا كما احنا في الجزائر، يعني بنفس التقاليد وتقريبا نفس المأكولات، تقريبا نفس الألبسة. سبحان الله، يعني توحدنا التقاليد والأعراف وتوحدنا الأخلاق. فنحن عرب ونبقى عرب ونبقى دائما إخوة، ونبقى دائما بلد واحد، ولكن فرقونا، فقط فرقتنا الحروب. المهم وش حنقول لكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو، نتمنى تشجعوني. انا مازال ما حطيتش المحتوى كما راكم تعرفوا، دائما نأجل ونأجل ونأجل، ولكن الان اصبح محتم ليا باش نحط المحتوى. وفي هذه الحالة ان شاء الله الاسبوع القادم راح يكون اول فيديو باذن الله. ادعوا لي تكون عندي الشجاعة باش نقدر نصور، باش نقدر نعطيكم المعلومات ونفيدكم. اللي محتاج اي حاجة مرحبا به، فأنا في الخدمة. أول مرة راح نستعمل اسمي اللي هو الشيف، وأنا أصلا ما كنتش حابة نستعمل يعني، ولكن طلب عليا باش نبدأ نخدم إن شاء الله. ادعيوا لي وإن شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم. وأعتذر لأني أصور هذا الفيديو، أنا نسجل بسرعة يعني لظروف، لأنه لازم نكمل بسرعة. على هذه راح تلقاو شوية في كلامي بعض الاضطراب وبعض القلق وبعض السرعة، يعني مشي مرتاحة، ولكن إن شاء الله راح نتعود على الميكروفون، راح نتعود على التسجيل، وراح نكون معكم دائما يا رب إن شاء الله يا رب. المهم سنة سعيدة للجميع ولكل الأمازيغ، وكما يقولوا أسبقاس مقياس، وإن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة جيدة. نتمنى اليوم تكون احتفالات، يعني يوم الخميس إن شاء الله راح نحاول نشارك معكم البعض، راح تشوفوا بعض التقاليد، بعض الحلويات اللي نحضروها مثل البراج، مثل الرفيس، بزاف 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 ديال الحلويات. أيضا يستعملوا البغرير، وبعض المناطق يقولوا الغريف اللي هو حاجة ديال الخميرة، يعني حاجة باش يجي العام يجي فيه البركة إن شاء الله يا رب. ونديروا أيضا حاجة حلوة باش يكون العام حلو.
وهاكو عارفين تجي العائلة ونتلاقاو ونحتفلوا مع بعض، وتكون يعني أجواء رائعة. ونلبسوا اللباس التقليدي القبائلي اللي هو يعني معروف في هذا اليوم هذا، حتى الولاد الصغار، حتى الأطفال، حتى النساء. الحمد لله يعني ماشي الكل، ماشي الكل، لأنه عندنا ناس ما يلبسوش يعني عادي جدا، ولكن الأغلبية يحبوا يعني يحتفلوا بشكل، يعني لأنه هذا اليوم مميز، يعني مميز ويوحد كل العرب. أصلا ما كنتش عارفة أصلا أنه بعض البلدان الشقيقة تحتفل بنفس الشيء، يعني نفس الطريقة ونفس العادات ونفس التقاليد وتقريبا نفس اللبس يعني. الحمد لله. يعني أول مرة اكتشفتها العام اللي فات، كنا في بث ديال أخ اللي هو مغربي، ومن بعد تفاجأت إنه نفس الشيء، نفس الاحتفالات، نفس التقاليد، نفس تقريبا نفس المأكولات، سبحان الله، وكأننا بلد واحد وعائلة واحدة. والحمد لله، الحمد لله. نتمنى دائما نكونوا اليد في اليد، والعرب دائما يكونوا متحدين يا رب العالمين، هكذا باش دائما نكونوا آه، يد واحدة، تقاليد واحدة، وأعراف واحدة إن شاء الله يا ربي. المهم اللي حبيت نقول لكم، نتمنى اللي عندهم احتفالات يشاركوها معنا إن شاء الله. عادي تعملوا بث، تعملوا عروض، راح نكون معاكم بإذن الله إن شاء الله يا ربي. أنا نحب بزاف تقاليد، تنمو ما نخرجش هكا، لكن نحب نشوف إن شاء الله راح تكون عندنا بعض الاحتفالات في المدرسة، ولكن إن شاء الله إذا رحت راح نصور لكم فيديو، ولكن راح تكون فيها بزاف 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 كما نقولوا ناس، بحضور الوالي، بحضور والي ولاية المنطقة يعني. وأنا ما نحبش يعني الهرج، ولكن إن شاء الله إن شاء الله راح نحاول من أجلكم نصور لكم بعض الفيديوهات باش هكذا تشوفوا بعض التقاليد للمنطقة اللي أنا عايشة فيها، للبلد اللي أنا عايش فيه. إن شاء الله يا ربي. نتمنى فقط الصحة والسلامة، نتمنى يكون عام سعيد، عام مبشر بالخير، عام مليء بالخيرات، لأنه هذا المناسبة نحاول دائما نتمنى أنه العام يكون فيه البركة، فيه الخير، ويكونوا العائلة ويكونوا الأهل ويكون الكل في صحة جيدة. عندي بعض الأصدقاء نتمنى لهم يا رب الشفاء العاجل، وعندي بعض الأصدقاء نتمنى لهم الصحة والسلامة. عندي واحدة الأخت اللي هي عزيزة عليا، نتمنى إن شاء الله تكون في صحة جيدة، هي عايشة في إسبانيا. وعندي بزاف ديال الإخوان، نتمنى يا ربي يكونوا دائما 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 في صحة وسعادة وسلامة، ويكونوا فرحانين ويكونوا عايشين مطمئنين. يا رب يعم الخير على الجميع. بهذه المناسبة نتمنى لهذه عائلتي، عائلة الأحرار، تكونوا دائما في صحة جيدة. بيت الخير اللي هو أخي فهد، الله يحفظه ويطول في عمره يا رب، اللي دائما يشجعوني ويقولوا لي اعملي ونحن معك، وإن شاء الله يا رب راح نكون على قد المسؤولية، وراح نفرحكم إن شاء الله يا ربي. وش نقول لكم، يلا مع السلامة، باي باي.